يا حبايب قلبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله زين. رجعت وياكم فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله ينال اعجابكم. طبعا بالبدايه مثل ما تشوفون عندي ايلين وهي كلش مريضات، فوحده منها اضطر الامر اخلي لها مغذي، ويعني ظلت يومها بالكانون وعن مغذي خطيه. هنا مثل ما تشوفون طبعا عندنا اليوم روتين، عندنا عزيمه ببيت اهلي بسلامه امي ربي يحفظها ويطول بعمرها. فحبيت اصوركم مقتطفات العزيمه والشغل. فهنا بدينا نحضر بالدولمه والحشوة الدولمة. مثل ما تشوفون أمي تثرون بحشوة الدولمة. طبعا خلصنا حشوة الدولمة وهسه راح أشوفكم بقية الأكل. صراحة ما لحقت أصور لكم وهاي مقتطفات للعزيمة لأن ما لحقنا، وتعرفون هي لمة حبايب ولمة أهل، إن شاء الله يا رب يديم اللمة الحلوة علينا. فهنا مثل ما تشوفون حبيت يعني أشارككم فرحتنا، أكيد بسلامة أمي الله يحفظها يا رب ويطول بعمرها هي وأبويا. فهنا مثل ما تشوفون بلشنا نسوي الدولمة من قبل يوم أكيد يعني. سوينا جدرين دولمة. فهنا بدينا نلف بيها أني وزنوبة وأمي. فهم زنوبة حبت تشارك ويانا، فمثل ما تشوفون راح نلف الدولمة. والباكر عندنا همتين كومة طبخ. طبعا هاي العزيمة صارت يوم الجمعة الصراحة، بس نفس ما قلت لكم عندي إيلين وهي لي مريضات فما لحقت أمنتج المونتاج وأنزله. فهنا هسه يلا لحقت الصراحة لو اليوم ينزل لكم لو باكر. اليوم سبت الصراحة. فهنا مثل ما تشوفون بدينا نلف بالدولمة، وهنا خلصنا خلينا طبقة البصل والفلفل والشجر. وهنا راح نخلص هالدولمة وتابعوا الفيديو للنهاية، ان شاء الله تستمتعون تقضون وقت حلو وياي. وهنا مثل ما تشوفون زنوبة حبت تساعدنا شوية بالدولمة فرادت تلف، فقلنا لها لفي وحدة وقومي خلاص. فهنا حبت يعني تشاركنا مشاركة حلوة. فهنا لفت الدولمة مالتها بس لفتها والله حلوة فخليناها. وها هي فمثل ما تشوفون خلصنا الدولمة واتجهنا إلى ثاني يوم. قعدنا من الصبح سوينا الطرشانة، أمي دا تحمس بيها مثل ما تشوفون. وهسه اكو كومة طبخاتها مالتنا راح اشوف لكم اياها. هسه راح نخلص الطرشانة بين ما تحمس راح اشوفكم الفاصوليا. طبعا هاي الفاصوليا من قبل يوم امي سوتها مثل ما تشوفون جدر كلش كبير. وهنا طبعا الباكة سوت امي 4 باكات همتين عنا مثل ما تشوفون. وهنا قطعنا الدجاج وراح نخمره. احنا نخمر الدجاج قبل يوم، نقصقصه نغسله غسلة زينة ونخلي له خل ابيض وليمون وبرتقال ونعوفه للصبح. بنات ثاني يوم طبعا غسلناه غسلة كل زينة، فدا نخمره تخميره مدة ساعتين. فهنا مثل ما تشوفون خلينا القشر البرتقال وبهارات الطباخ، ما نستعمل غير بس بهارات الطباخ بالدجاج والزيت واللبن راح تخبطها خبطة والماجي همتين يعطي طعم كلش طيب. فلمدة ساعتين 3 ونخليه بالفرن. هسه شوفوا شكل النهائي شلون راح يصير. مثل ما تشوفون راح تخبطن هنا. طبعا هي عزيمة عندنا كلش كبيرة، فقعدنا من الصبح من ساعة بالسبعة الصبح تقريبا. فهنا مثل ما تشوفون دا نسوي التخميرة وهاي الماجي. هسه راح اشوفكم بهارات الطباخ. طبعا هاي بهارات الطباخ مثل ما تشوفوها بنات رخيصة وكلش طيب. فهنا مثل ما تشوفون حبايبي غسلنا طرشانة غسلة كل الزينة وراح نخليها على النار. بنات الصراحة أمي تخلي لها خاشوقة نشا ودبس تضيف لها يعطي طعم كلش طيب. فهنا بدأت تحمس عندنا راح نخلصها وراح نخلي الدجاج همتين على النار. راح نضيف لها مي وهيل. فهنا خلينا همتين دجاج على النار قبل يعني فد ساعتين أو ساعتين ونص على مود على كيف يستوي. وهنا مثل ما تشوفون عندنا جدرين دول همتين اللي سويناها بالليل خليناها على النار. هذا الجدر الأول مثل ما تشوفون ما نضيف له مي. وهنا هذا الجدر الثاني بدل ما نضيف له مي والزيت خالين بس نخليه على النار. وهنا طبعا بدينا بالحشوة قلينا اللوز. وهنا بدينا نسوي بالشعرية لأن راح نسوي تمن عليه شعرية بدينا نحمس بيها. وتابعوا الفيديو للنهاية يا حبايب قلبي. وأكيد الباكة سوت أمي يمكن 4 باكات ما أدري 5 باكات. هاي الباكة خليناها من الفجر وطبعا الطعم رهيب. أكيد نص الشعب العراقي يحب الباكة. أنا صراحة أحب الباكة. هنا طبعا بالزلاطات بديت أسوي بزلاطة اللهانة
ومثل ما تشوفون بديت اثرم باللهانة، وراح اضيف لها همتين جزر ورمان وراشي ولبن. وهسه تشوفون اكيد النهاية شلون شكلها حلو يطلع. طبعا هنا مثل ما تشوفون ضفت الرمان والراشي واللهانة واللبن همتين هسه راح اضيف لها ورارنج او ليمون، واخبطها خبطة كل زينة. وهسه شوفوا شكلها النهائي شلون يصير. طبعا اذا وصلتوا لهنا حبايب قلبي اريد منكم لايكات من ايديكم حلوة على مود يصعد الفيديو، وان شاء الله بوجودكم تكبر قناتي. فهنا مثل ما تشوفون خلينا راشي، وهسه راح اضيف لها طبعا البقية، وخليكم للنهاية حبايب قلبي. وهذا شكلها النهائي مثل ما تشوفون حبايبي. اكيد سهمكم الف عافية حبايب قلبي. مثل ما تشوفون خلصنا الطبخ كليته وبدينا نصب الزاد، ويا رب يزيد ويبارك بالنعمة، ويا رب يديم اللمة الحلوة علينا، ويحفظ يا رب الأهالي الطيبين. وهنا مثل ما تشوفون صبينا التمن وعليه حشوة واللحم. وهسه تابعوا الفيديو للنهاية راح تشوفون همتين بقية الصب. وإذا عجبكم هذا الفيديو حبايب قلبي دوسوا لي لايكات واشتركوا بالقناة عم يوصلكم كل شي جديد. وصلت وياكم حبايب قلبي نهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو حبايب قلبي لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، ومع ألف سلامة.